وطبنا به وطبنا به عن كل آت وذاهب وذوقا رأينا الكل من دونه ظلا وقمنا على الأقدام والليل حالكون ومن قام فيه الخوف لم ينم الليلا وأي أمان للرجال وهذه شؤون العلا في طي منشورها تجلى له الأمر والسلطان الله له الأمر والسلطان والحكم والقضاء وآياته رغما لجاحدها تتلى براهينه في كل شيء جلية ويجحدها الأعمى الذي قلبه ضلا كأن له في نسج كل حقيقة من السر معنى الله أكبر الله أكبر نعم كأن له في نسج كل حقيقة من السر معنى من شرافتها ظلا تجرد عن الأغيار إن كنت عارفا ولا تر للأغيار قولا ولا فعلا ونم حول باب الصدق لله خاشعا فمن زل عنه وسلطانه زلا وسلم إليه الأمر واعلم بأنه إذا شاء أجرى من صميم لظى الوبلان وباعد أولي الأغراض واهجر فعالهم ولا تتخذ منهم على غرر خلا أناس من الآمال طمهم العمى فمالوا عن المولى وقد جهلوا الأولى وصر مع قوم قصدهم وجه ربهم وطابوا به عن وهم أسماء أو ليلى طووا بثياب الفقر لله كونهم فما شهدوا مالا ولا نظروا أصلا رأوا أنهم من طينة قال ربها لها في الورى قومي وأبرزها فضلا وكلفها ما قد أراد وزانها بعقل ولولا العقل لم نعرف النقلا وألزمها التقوى وكان كفيلها فسارت على ما شاء ما حملت جهلا أولئك أهل الله
فاسلك طريقهم وخل كذوبا صام للغير أو صلى. تعالى الذي أحيا القلوب بحبه، عبيد له أحبابه وهو المولى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا